بس طبعا انا عايز اقول لكم نقطتين مهمين. لو رحم لا تأتي منها الا الشر، برضه لانه ده بيشغلنا جامد جدا. رحم ما يجيش منها الا الشر والاذى والوحاشه. تمام؟ هقول لكم قال الله عز وجل واهجرهم هجرا ايه؟ هجرا ايه؟ يعني ايه هجر جميل؟ يعني انا مش مشاحن، يعني انا مش مخاصمهم. تمام؟ ولو شفت حد فيهم سلام عليكم، ولو حد فيهم في ازمه ولا في مستشفى هروح ايه؟ بس بأدي واجب مش بود. ركزوا بقى في الكلام. بعمل ايه؟ بأدي واجب مش بود. اصل لو بود بعمل ايه؟ اروح واقعد واستنى وادور واشيل وهادي، ده اسمه ايه؟ انما الواجب السلام عليكم، ازاي الحال؟ الف سلام عليكم، شفاك الله وعافاك، شكرا. رحت ولا لا؟ انا مخاصم بس انا واخد ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل ما يؤذيك. واضحه كده؟ يبقى دي قرآن وايه؟ وسنه. اصل ربنا قال، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قطع ايه؟ قطع ايه؟ طب اذا ما كانتش راحم، وصلت الفكره؟ اسمه قاطع ايه؟ طب اذا لم تكن رحم، ما هي الرحم دي جايه من الراحم اللي بيمد بقى كل ويحوي ويحمي والراحم بقى شوفوا الحمايه والرعايه والمدد والكل شيء فين؟ في الرحم، وجايه من الرحمه وجايه من اسم الله الرحمن. طب اذا ما كانتش رحم انا مش هاذيها، بس انا هعمل ايه؟ اعتزل ما يؤذيني، لا مانع. واضحه كده؟ ولست قاطع للرحم. النقطه الثانيه، حاضر، النقطه الثانيه يا جماعه، المشاحن. الايه؟ المشاحن. طب لو هو انا سلمت وسالت ودورت وبعت رسائل وما ردش، انا لست من المتشاحنين، لانه خيرهم الذي يبدا بالايه؟ بالسلام. وانا بدات بالسلام وهو ايه؟ لم يرد. انا مش مخاصمه بس برضه ايه؟ معتزل اعتزالا جميلا وهجرا جميلا، لا مانع ولست من المتشاحنين. وصلت الفكره؟ يبقى رقم واحد